أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. الاحتفال باليوم الوطني للتشجير، تسجيل إيجارات البيوت في كرن، عقد اجتماع للدفع ببرامج التنمية في مدينة حقات، ظريف يصف المحادثات مع الدول الأوروبية بأنها بداية جيدة، تدشين أكبر جسر في أوروبا يربط القرم بجنوب روسيا، وعواصف بشمال شرق أمريكا تقتل شخصين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتفلت البلاد للمرة الثانية عشر بال15 من مايو اليوم الوطني للتشجير تحت شعار الأرض الخضراء لحياة آمنة. وأوضح وزير الزراعة السيد الرفاعي النبرهي في الحفل الذي حضره كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والضيوف المدعوين أن الهدف النهائي لحكومة وشعب إريتريا بناء تنمية وإنتاجية البلاد، ولتحقيق ذلك يجري العمل لتنمية الغطاء النباتي وخفض الاقتلاع عبر التشجير وإقامة المحميات والتنمية والاستخدام الجيد والرقابة. من جانبه أوضح المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية السيد أبرهة قرزة أن اليوم الوطني للتشجير يوم نجدد فيه العهد لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة اقتلاع الأشجار، داعيا لمواصلة الجهود المنسقة لوضع حد لظاهرة اقتلاع الأشجار المقلقة. وذكر منسق لجنة الحملة الخضراء السيد فوتسوم حاجوس أن أنشطة التشجير الجارية بتعاون مؤسسات الحكومة والجبهة والمؤسسات الدينية والمدارس والأفراد تحقق نتائج مرضية، لكن استفحال اقتلاع الأشجار يعتبر التحدي الأكبر. وتم في المناسبة مناقشة التقرير المقدم حول محتوى الثروة الغابية والمحميات والمناطق التي تشهد باستمرار اقتلاع الأشجار وأنشطة التشجير وتحدياتها ودور مختلف قطاعات المجتمع في التشجير واستمراريتها. كما تم تقديم شرحا حول أنشطة تنمية شتول الأشجار في جميع الأقاليم وحملة التشجير ونسبة النمو وأعمال المراقبة ومستوى العقاب وأعمال إدخال الطاقة البديلة. وشهدت المناسبة أنشطة تشجير من المسؤولين ورجال الدين وتقديم الميداليات ل88 شخصا ومؤسسة لقيامهم بعمل نموذجي هذا العام. وأحيت الحفل فرقة فيورينا للأطفال. تجري عملية تسجيل عقد إيجار البيوت الخاصة بصورة جيدة في مدينة كرن بعد حملات التعبئة التي جرت لتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الحكومات المحلية. وقالت مسؤول إدارة إيجارات البيوت في مديرية كرن السيدة زبيب هبت ميكائيل إن عقود الإيجارات القانونية للمباني السكنية أظهرت ارتفاعا بنسبة 400% والمؤسسات التجارية بنسبة 81%. وذكرت أن التوثيق القانوني لعقود إيجارات البيوت كانت قبل صدور التعليمات الجديدة 315 فقط، وارتفعت حاليا إلى 1328 اتفاق لإيجارات قانونية. وأشارت إلى أن الإيجارات التي كانت تجري دون عقود قانونية تسبب بأضرار على المستأجر، وتعمل التعليمات الجديدة لإيجارات البيوت لمصلحة الطرفين. وأوضحت بأن المساكن في مديرية كرن وضعت في الترتيب من المنطقة 15 إلى 10، والمؤسسات التجارية من 6 وحتى 10، وضعا في الاعتبار البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وبينت بأن عدم إجراء عقد إيجار يعرض للمساءلة القانونية استنادا إلى المرسوم الصادر، وعلى المواطنين الذين لم يقوموا بعقد الإيجار حتى الآن لأسباب مختلفة عليهم الإسراع في إجراء عقد الإيجار لتجنب المساءلة. وأشار المواطنون بأن فائدة العملية القانونية ملموسة مباشرة في حياتهم.
عقد في 8 و9 من شهر مايو الجاري اجتماع في مدينة حقات من أجل الدفع ببرامج التنمية بمشاركة شعبية واسعة. وناقش الاجتماع رفع المشاركة في مائدة التعليم عامة والإناث خاصة، وتقوية تنظيمات الجبهة ومجموعات النفير الشعبي، وحفظ التراث الثقافي ومواضيع أخرى. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد هابتي عقبة قرقيس الدور الشعبي الهام لتنفيذ البرامج التنموية، مذكرا على رفع الجهود. وقال المشاركون إن السيمينارات التي تقدم لهم لديها أهمية في توجيه الشعب، مطالبين على استمراريتها. دعا مكتب النظام والقانون في مديرية صنعاء لتوخي المشترين الحذر من المواد المنتهية الصلاحية لأضرارها الصحية والاقتصادية. جاء ذلك أثناء إحراق المكتب للمواد المنتهية الصلاحية التي ضبطها في المتاجر، وشملت مختلف أنواع الأغذية ومواد التجميل والصابون والأكياس البلاستيكية. وحث السيد هابتوم بين من مكتب النظام والقانون في صنعاء لإبلاغ الجهات المعنية في حال بيع المواد المنتهية للصلاحية، وطالب التجار لعدم بيع هذه المواد التي تؤدي إلى المساءلة القانونية. ونصح مسؤول الصحة العامة في مستشفى صنعاء السيد مولو برهان كداني التجار والمستهلكين لمنح الأولوية للصحة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية جنوب غرب البلاد بطول 19 كيلومترا فوق مضيق كريتش بين بحري أزوف والأسود. وقال الرئيس بوتين قاد الرئيس بوتين شاحنة كاماز سارت في طليعة قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الذي استغرق تشييده 27 شهرا، وبلغت كلفته قرابة 3.7 مليار دولار. وسيتم افتتاح القسم المخصص من الجسر لعبور السيارات على أن يتم الانتهاء من القسم المخصص للقطارات في 2019 ليكتمل بذلك ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية. من جانبها دانت الولايات المتحدة تدشين الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، واعتبرته محاولة من موسكو لترسيخ الضم غير القانوني لهذه المنطقة التي تعد جزءا من أوكرانيا. كذلك قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تدين قيام روسيا بتدشين جسر كريتش. ضربت عواصف عاتية محملة برياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخصين وعطل حركة النقل، وسبب انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن هناك ما يقرب من 50 بلاغا عن تساقط الثلج في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونتيت. وتراجعت شدة العواصف، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن التحذيرات من السيول لا تزال سارية، حيث لا تزال الأمطار غزيرة جدا. وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك من خلال حسابها على تويتر إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف. وأفاد موقع يتابع خدمات الطيران أن ما يقرب من 500 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك ألغيت، وألغيت أكثر من 100 رحلة في مطار لوغان الدولي في بوسطن. بيعت ماسة زرقاء نادرة في مزاد علني في جنيف ب 6.7 مليون دولار بعد أن قضت ما يقرب من 300 عاما تتنقل في القصور الملكية في أوروبا، وكانت في تاج آخر ملكات فرنسا قبل الثورة. وكانت دار سوزبي للمزادات في سويسرا قد أعلنت عن عرض الماسة الزرقاء
أو البولوفارينزي للبيع وتزن ب 6.16 قيراطا. ووفقا لموقع المزادات فإن الماسة ذات الشكل الكنثري كانت في يوم من الأيام جزءا من تاج الملكة ماري أنطوانيت آخر ملكات فرنسا قبل الثورة الفرنسية، وبيعت بعد 4 دقائق فقط من عرضها رسميا للبيع في المزاد، وتجاوزت ما توقعه الخبراء ولم يتم الكشف عن هوية المالك الجديد. وخطفت الماسة أنظار العالم لأنها المرة الأولى التي تطرح فيها بمزاد علني. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.